يعني أنا شخصيا ما بعتقد على الإطلاق أن هناك مشكلة بين الفنانين والرياضيين، على العكس أنا أدعو الرياضيين الآن أن يعتصموا معنا لتحقيق مطالبنا كما أخذوا هم مطالبهم بعد عناء طويل. وأنا سعيدة جدا بهذا الإنجاز اللي بيعملوه الرياضيين يوميا. نحن كأردنيين فخورون جدا 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 بما وصل إليه النشامة على مستوى العالم، وبالتالي ما في أي مشاكل. بنحبكم بنحبوا وأنتم بتحبونا، تعالوا تسموا معنا علشان إحنا كمان نقدر نصير بالحالة الثقافية الفنية الرياضية الموهبة أينما حلت كيفما كان شكلها، رسم، رياضة، فن، تمثيل، إخراج، مسرح، موهبة الأردن بمبدعيها، وأنتم من مبدعي هذا المنهج. شكرا. هناك من يقول ست سهير أنه الفنانين الآن يعتصموا لأنه التلفزيون الأردني قام بدعم الرياضة وأخذ عطاء. لا، نحن نعتصم لأن التلفزيون الأردني أيضا، يعني إحنا ما بنعتصم فقط لأن التلفزيون قام وأخذ وعمل وسوى، لا، إحنا مطالبنا كبير، مطالبنا لها دعوة كيف يمكن أن نكون شركاء في الإصلاح الذي طالب به سيد البلاد. هذا دورنا كفنانين، نحن اللي بنحمل هذا الهم على أكتافنا، نحن اللي بنقول مين من بن عدوان، نحن اللي بنقول باب العمود، نحن اللي بنقول الخنساء، نحن اللي بنقول التاريخ. هذا دورنا، ما تسلبونا إياه وما تاخذونا. إن شاء الله. كلمة أخيرة بتوجهيها عبر موقع جيران سبورت لجمهور الرياضة في الأردن بشكل عام؟ عليهم يا نشامة. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.